يلا بينا نبدأ الفيديو. انت يا واد انت اصحى يا ولا عشان نجيب عيش. ياما سيبينا ننام شوية ياما، الله يرضى عليك، هو كل يوم عيش. ما تقوم بقى يا زفت الطين انت وما تجننيش. لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس بتاخد أجازة عشان تستريح، إلا أنا آخد أجازة عشان أروح أجيب عيش. ولا انت هتقوم ولا لا؟ طب نص ساعة ياما وهقوم أهو. نعم يا اخويا. طب 5 دقايق ياما وهقوم أهو، حاضر. انت هتقوم ولا هديك بالشبشب؟ شبشب إيه بس يا حاجة، صلي على النبي، ده أنا بهزر معاكي، في إيه؟ أنا قايمة أهو. اصلا انا عارفه العيال دي ما بينفعش معاه غير الشبشب. يا مسهل الحال يا رب، الطابور ده مش هيخلص ولا ايه؟ والله يا عم اشرف انا زهقت من حكايه الطوابير ديت، انا زهقت خالص والعيش بيطلع معجن. انا عايز افهم الطابور ده ما بيتحركش ليه؟ بيني وبينك يا عم اشرف، اللي معطل الطابور ده اهو محروس ابن عمي، انت مش شايف حجمه قد ايه؟ بيجيب لي العيله كلها. ازاي الكلام ده؟ ليه بيجيب كام رغيف؟ بيجيب 900 رغيف. انت يا جدع انت اللي اسمك محروس، اخلص بقى عايزين نروح بيوتنا. ايه يا جدعان، مين اللي بيزعجك دي؟ انا يا سيدي اللي بزعج، اخلص بقى عشان انت معطل الطابور على الاخر. جرى يا عم اشرف، ما انا واقف في الطابور اهو زيكم. لا يا حبيبي انت معطلنا، انت بتجيب عيش كتير قوي. ومين اللي قالك ان انا بجيب عيش كتير قوي بقى؟ ايه اللي عرفك؟ عادل ابن عمك هو اللي قال لي. انا نفسي افهم انت مالك ومالي يا عادل، حطيتني في دماغك ليه؟ وانا مالي ومالك يا عم؟ هو انا كلمتك ولا حاجه ولا ايه؟ اسمع يا عادل، لما اقول لك انا بحذرك ما تحطنيش في دماغك تاني. لا بقى ده زودها قوي يا عم اشرف، وانا مش هسكت له. سيبني عليه يا عم اشرف، انا مش عايز حد يمسكني، انا كفيل ان انا اقوم بيه وهدغدغه واقسمه اتنين. يا عادل روق يا عادل، ما توديش روحك في داهية، ده مهما كان ابن عمك برضه. ما تقول حاجة يا كابتن ولا انت مش معانا؟ استهدوا بالله كده يا جدعان، ما ينفعش كده. سيبوني عليه، انا فيها لخفيه. انت طول عمرك عيل بق يا عادل ومش هتعمل حاجه. لا بقى والله لو اوريك يا محروس. الله ده في خناقه يا ولا. وأنت فرحانة ليه ياما إن في خناقة؟ ده حاجة وحشة. ما هو لما يكون في خناقه يبقى احنا هنجيب عيش بسرعه يا فالح. اسمع اما اقول لك تعمل اللي انا اقول لك عليه وتنفذه بالحرف. حاضر يا ماما. انت تخش في نص الخناقه دي كده وتعمل نفسك من بنها وتجيب من عند الراجل 60 رغيف. ياما ده ممكن يضربوني. طب خلي فيهم حد بس كده يبص لك وشوف انا هعمل فيه ايه. طب لما انت قوية كده ياما، خش انت روح هات عيش. عايز امك تقف في طابور الرجاله يا موكوس؟ انشف كده واسترجل. حاضر يا ماما. ولو حد كلمك قول له ده انا هجيب بجنيه بس وهمشي على طول. حاضر يا ماما. لو سمحت يا عم انا عايز عيش. انت كتموت ولا بتجيب عيش؟ هو احنا مش واقفين في حاجه اسمها طابور يا حبيبي؟ انا هجيب بجنيه واحد بس يا عم. خلاص يا جدعان، ده عيل صغير هيجيب بجنيه مفيش مشكله. طيب يا ابني هات بجنيه مش مشكلة. ما ينفعش الكلام ده يا عم اشرف، انا واقف في الطابور من الصبح وعايز اجيب واروح. جرى يا عادل، ده عيل صغير، انت هتعمل عقلك بعقله ولا ايه؟ اللهم طولك يا روح، اخلص يا ابني هات العيش بتاعك. وانت يا محروس بص قدامك عشان ما امسكش فيك. يا سلام، ده الخطة بتاعهم دي نجحت. ايوه يا حبيبي، عايز بكام عيش؟ ايوه يا عمو، هاتلي 60 رغيف. الحقوا يا جدعان، الواد غفلنا وعايز يجيب 60 رغيف. حلاق على الواد ده اياك يفلت منكم. قول لي بقى كتموتو، انت جاي تبع مين ياض؟ الحقيقة ياما هيضربوني. اهدي، هو ايه الصوت ده؟ كأن في حد بينده عليا ولا ايه؟ انت دلوقتي عملت من بنها، مش كنت هتقطعيهم؟ انت يا حاجة اللي هناك، الواد ده ابنك؟ ايوه يا جدعان، دمي الحقيقة يا ماما. لا يا اخويا معرفوش، انا ما بخلفش الاشكال دي. ما انت على الله حكايتك بقى النهارده. طب استهدوا بالله بس يا جدعان، كده هنتفاهم والله. انت لسه هتقول لي نتفاهم؟ طب خد. العيال يا جدعان حرام عليكم. لا الا البنطلون، يا عمي، الحمد لله ان انا لسه عايش. الله يسامحك يا اما، بقى انت بقى بتسيبيني عند الفرن وبتقولي ان انا مش ابنك. ما انت واد حمار ومعرفتش تتصرف، بس انا اتصرفت. اتصرفت ازاي يعني؟ ده انا انضربت.
ما هو لما الناس كانت بتضربك انا دخلت جبت عيش وجبت لك عيش عشان تاكل. ما شاء الله، فكرة عبقرية جدا. وسبت ابنك ينضرب قدامك، ابنك حبيبك. ما خلاص بقى يا واد، انت مكبر الموضوع كده ليه؟ ما كانش كان بوكس. يا ريتهم كانوا كام بوكس يا شيخة، دول عملوا فيها حاجات. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يسامح اللي كان السبب، ربنا على الظالم والمفتري. هتفضل كده عيل عيوطه، عيط يا عيوطه، ما انت معرفتش تضربهم يا خايب. تصدق ان انا غلطان عشان رحت معاك اجيب عيش؟ انا غلطان. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. انت يا واد انت، يلا عشان نروح نجيب عيش. يا اما حرام عليك يا اما، ارحمينا بقى.